عيني انتي شمس الكويتية، اكو واحد عنده مزرعة مال بصل دافعك علينا. رحمة لوالدك، منين طلعتي لنا بهاي الشوربة مال البصل؟ تفيد بيت الرحم، وتفيد ما اعرف شنو، وتفيد الكبد. ترى والله ساقتي لك الخاطر ملاحي. تعال خلينا نسوي هاي الشوربة، صار لي 4 ايام اضرب بيها وكل شيء ماكل، لا سكر نزل، لا سكر ولا بعدني ما فحص. خلينا نجرب هاي انت خليك بالفن، جابك عطب شمس الكويتية، اموت عليك طبعا. خلينا نجرب هاي الشوربه مال البصل، هي وهاي الدكتوره العراقيه. شوربه شمس الكويتيه، مو شوربه البصل. يا ابو مزرعه، البصل صار اغلى من التفاح. 50 فيديو نزل لحد الان على شوربه البصل، وما اعرف هذا البصل الابيض شمس لو هذا رحمه لوالديك احمر. لا هسه هذا الاحمر جديد، هذا طلع بالتسعينات. انه بالبصل صار اغلى من الموز والتفاح. لا الموز رخيص هنا، بس بزمن صدام الموز كان عندنا بالعراق الموز كلش غالي. من جينا للخارج شفنا الموز ارخص شيء، ارخص شيء. ادري ليش صدام حسين الله يرحمك يعني ليش كانت الموزه ب 5000 دينار، هنا ب 40 سنت الكيلو كله. ليش؟ يعني صديقي يقول امي كانت تعبرنا الشارع ونعبر من ذيك الصفحه لين اكو واحد ابو مخضر يبيع موز حتى لنشوفه ونقوم نبكي خرب. وهاي يعني طبعا هاي من تعبر ال40 تقوم تدور هاي سوالف اعشاب وشوربه بصل وتتابع شمس. هاي الشوربه يقول لك تغلي 15 دقيقه هسه نقبغها لانه حكيت على البخار، البخار همينه ما راح نذبه. خلينا نشوف شلون راح يصير. نخلي له فقط ملح، لا تجين تجتهدين وتخلين فلفل وبهارات، بس ملح ليش. طبعا هاي تقول القبغ من تشيلوه همينه لا يوسخ المكان، وهمينه نقطوه هنا نقطوه. انت مو تجيبيه وتخرخرين هنا من تطبخين. وهنا اضافه صغيره اللي هو السلري يعني كرفس، هم نذبه يعني وراح نضربه بالخلاط. لازم يفور 15 دقيقة، إذا 15 دقيقة ونص ما تفيد هاي الخلطة، يعني ذبها بالزبل. إيه ما خطرة كلش. شيبت وانا الشيب مو شعلة قدي، عمرانه بال20 صاحوا لي جدي. لازم عندكم من هاي، تعال خلينا نضربها. شوف هسه عندنا البصل استوى، هسه نضربه بهذا الخياط.